السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنبدأ في أداة جديدة من أدوات الفوتوشوب اللي هي أداة السليكشن. أداة السليكشن دي بنقدر نحدد بيها أي شكل احنا عايزينه في الصورة، ونقدر نشتغل عليه. فهي أداة السليكشن دي أو أداة الاختيار أو اسمها ريكتينجولار تول، الاختصار بتاعها من الكيبورد. فيها نوعين، فيها نوع اللي هو على شكل المربع أو المستطيل زي ما هو واضح قدامي كده، وفيها نوع تاني على شكل الإليبس فاسمها elliptical تول، برضو الاختصار بتاعها من الكيبورد. فاحنا لو عايزين ناخد الشكل اللي هو المربع مثلا، نيجي على الشخص ده ونروح عاملين كده، طبعا كليك شمال يروح فاتح معانا الشكل ده، تمام. وندوس من الكيبورد كنترول سي عشان ناخد منه نسخة، وكنترول في علشان ياخد لنا نفس النسخة من الشكل ده. ونقدر نروح على الموف تول اللي هي في من الكيبورد، نقدر نتحرك بيها. ادينا اخدنا نسخة من الشخص في نفس المكان بتاعنا. ولو نلاحظ هنا في اللاير ظهر لنا لاير جديد، يعني الصورة الأساسية كانت لاير 0 زي ما مكتوب جنبها، والصورة اللي احنا أخدناها كوبي منها لاير 1 اهي. ادي الكوبي ده بالنسبة للريكتينجولار تول اللي هو من الكيبورد. لو عايزين نفتح التانية طبعا بندوس كليك يمين عليها، فيها سهم من الجنب كده، فيها سهم صغير كده من الجنب، بندوس كليك يمين عليها علشان يفتح لي المستطيل او الدايرة. تاني شكل معانا اللي هو elliptical تول اللي هو شكل الدايرة او الإليبس. ممكن ناخد جزء من الشخص اللي واقف ده كده مثلا على شكل دايرة، ونروح دايسين كنترول سي عشان ناخد منها نسخة. سوري، هو اداني الرسالة دي علشان انا مش واقفة على اللاير ده. فنرجع لقائمة اللاير ونقف على اللاير 0 ونعمل تاني كنترول سي عشان ناخد منها نسخة، كنترول في علشان يطلع لنا النسخة بتاعتنا. وزي ما شفنا هنا بقى في لاير جديد اسمه لاير 2 او طبقة جديدة اسمها لاير 2 نقدر نتحرك بيها. ندوس في من الكيبورد، ندوس في من الكيبورد هينقلنا على قائمة الموف تول اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، نقدر ناخد النسخة الكوبي اللي احنا اخدناها. طبعا السليكشن مش اختيارات بس، او نقدر نقتطع من الصورة الجزء اللي احنا عايزينه بس. لا، السليكشن ليها اهداف كتير. ممكن لو عملنا مثلا حاجة جديدة، طبعا دي قائمة اللاير بتاعتنا اللي احنا نقدر نشتغل عليها. لو عملنا اللي هي نيو لاير اللي هي الحتة اللي على الجنب دي اللي عليها علامة زائد، دي بتفتح لي لاير جديدة اهو، لاير واسمه لاير 3، معنى كده ان انا فتحت لاير جديدة. كل ده علشان نشتغل على لاير فاضية خالص. فاحنا ممكن نخفي ده. احنا لو دوسنا على علامة العين هنا وعلامة العين هنا وعلامة العين هنا هيخفي لي ويسيب لي بس اللاير الجديدة اللي انا فتحاها اللي فيها علامة العين دي. احنا مثلا لو اخترنا الريكتينجلر ده وعملنا كده تمام، ورحنا اخترنا تاني كده تمام. لو عايزين مثلا نعمل شكل تاني، مش شرط ان احنا نعمل عليها سيلكشن بس، احنا ممكن نستغلها في حاجة تانية. عملنا شكل المربع اهو، ومثلا اخترنا اللون ده ورحنا جبنا الباليتة بتاعتنا البينت باكيت تول ورحنا اديناها لون تمام. وبعد كده رحنا جينا على الريكتينجولار تاني ورحنا عملنا شكل تاني اهو، وعملنا شكل كده
مثلا اي شكل احنا عايزينه، وعملنا شكل كده. ورحنا عملنا ايه، ورحنا غيرنا اللون بتاعها وعملناه كده، واخترنا الباكت تاني، البنت باكت، ورحنا عملنا لون كده. فهو عمل لي الوان. احنا ممكن نعمل اي شكل احنا عايزينه في بالاشكال دي، هتبقى سهله وبسيطه. فهي مش سيلكشن بس، على قد ما هو نقدر نشكل بيها او نعمل بيها اشكال مختلفه. فدي كانت استخدامات الاداه السيلكشن او اداه الاختيار. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.